عليكم يا شباب. النهارده هناخد طريقة ربط دومين جو دادي بالاستضافة اللي هي هوستنجر اللي عندنا. ودي طريقة ربط موحدة على كل الدومين والهوست. يعني مثلا دومين من موقع رقم واحد، استضافة من موقع رقم واحد، فاهمني؟ فالفكرة كلها بتكون ان انت بتربط الدومين بالهوست بالطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. مبدئيا هنروح على جو دادي وهندخل الايميل بتاعنا، تمام، وهنشتري الدومين الخاص بينا. لازم تشتريه في الاول. هتروح هنا على الداشبورد بتاعتك، دومينز، بعد كده بتروح على دومينز دي، بعد كده بتروح على الدي ان اس، ثم حاجه اسمها النيم سيرفر، وشرحنا النيم سيرفر في الكورس المدفوع. لو انت مش مشترك ممكن تبص على البروشور او تكلمنا على جروب الواتساب وانا هوفر لك البروشور ان شاء الله. بعد كده بتروح على النيم سيرفر دي. لازم تعرف معلومه معينه، ان اي استضافه في الدنيا ليها حاجه اسمها النيم سيرفر، اي اسماء خوادم خاصه بيها. بيتم ربط اسماء الخوادم دي فين؟ في الدومين الخاص بينا علشان يتربط بالاستضافه. يعني ده نقدر نقول ان هو لو احنا هنقول مثلا فيش وكده اللي هو مثلا الفيشه اللي انت بتحطها في المشترك، تمام. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المشترك، واللي هو الويب سايت باسماء الخوادم حاجه اسمها الفيشه، تمام. فهنروح نحط اللي هو الاسماء الخوادم بتاعه الاستضافه في اللي هي الدومين اللي عندنا اللي هو المشترك بتاعنا. اوكي، يعني خدها زي ما انت عايز تفهمها، بس هو ده المثال العام يعني. هنروح اول حاجه على الويب سايتس بتاعتنا في شركه هوستنجر. هوستنجر بتروح بتعمل الايميل بتاعك، بتشتري الاستضافه الخاصه بيك. بعد كده بتيجي هنا بتعمل اد نيو ويب سايت. بعد كده تروح على الوورد بريس، بتروح هنا تكتب الجيميل الخاص بيك، هنكتبه ونرجع لكم. كده كتبنا البيانات بتاعتنا، نعمل نيكست. بعد كده كرييت بلانك سايت. بعد كده هندخل بقى الدومين الخاص بينا. هنروح على اللي هو الدومين جو دادي، ناخد الدومين نحطه هنا بالشكل ده. هيطلع لك يقول لك ان الدومين ده متاخد، خلي بالك، من بروفايدر تاني، ريجسترد ات انذر بروفايدر اللي هو احنا، اللي هو جو دادي. بعد كده هنروح على اللي هو نيكست ونستناه يحمل ونرجع ليكم تاني. طب يا شباب، احنا دلوقتي دخلنا اللي هي البيانات بتاعتنا وحمل والامور تمام. ده ب ام كي دبليو بي كولج، ده مش بتشبه عليه، اللي هو اللي احنا نقلناه اهو خلاص، يعني نقلناه من هنا الى ان هو يبقى على موقع. هنا بقى الخطوه المهمه والاخيره اللي هي بيقول لك من خلالها حط النيم سيرفر في الدومين الخاص بيك. هتروح على حاجه اسمها الواتش فيديو. بعد كده هتختار البروفايدر بتاعنا اللي هو شركه جو دادي. بعد كده ليتس ستارت. هيقول لك اهي النيم سيرفرز بتاعتنا، روح حطها فين؟ في الدومين الخاص بيك. بنروح على شركة الدومين. بعد كده بنروح على حاجة اسمها change name server. بعد كده بتروح على اللي هي I will use my own name server. لما يكون حضرتك شاري الاستضافة من مكان ودومين من مكان، اختار دي. لكن لو شاري الدومين والاستضافة من نفس المكان بيتربطوا اوتوماتيك، مش محتاج اللي احنا بنعمله ده نهائي ابدا يعني. خلاص، بننقل النيم سيرفرز بتاعتنا. ادي واحد بننقله اهو، نيم سيرفر 1. خليكم معايا يا شباب. طيب، النيم سيرفر 1 ده النيم سيرفر 2. نعمل سيف كده. احنا ربطنا الدومين بالاستضافه خلاص كده، هما الاثنين اتربطوا. اخدنا النيم سيرفر بالاستضافه وربطناها في الدومين. كده بيقول لك ان تم الربط. بعد كده هتروح تعمل كونتينيو، بعد كده تعمل فينيش وتصبر. ممكن تصبر ساعه، ممكن تصبر 5 ساعات، الله اعلم. يعني لحد اقصى مثلا 24 ساعه ويتربطوا مع بعض. تعمل ريفرش كده في هوستنجر بيربط على طول، يعني مبياخدش وقت. يعني هياخد له وقت، هياخد له بالكتير قوي مثلا 5 6 ساعات. وكده يبقى انت ان شاء الله خلاص عرفت الدنيا ماشية ازاي في الربط. وبس عليك انك تنتظر وتروح تفتح الموقع ده. بعد 5 6 ساعات تلاقي الموقع اهو اشتغل والامور بقت زي الفل فيه. تعال نعمل دبليو بي ادمن نشوف هيعمل ايه. هو لسه ما بدأش. يعني ده اصلا مجرد حاجة كده الدومين، شركة الدومين موفراها، لكن هو لسه ما اتربطش، هو لسه على كودادي. فده كان شرح سريع مختصر. لو انت عايز تاخد كورس ينفعك تبني مهارة كاملة، ممكن تكلمني من خلال جروب الواتساب اللي تحت، او تكلمني على الرقم الشخصي، اكيد ممكن اكون سايبه لك، وتبدأ معانا ان شاء الله في الأكاديمية الخاصة بينا اللي هتكون متوفرة بعد 3 أيام. هيكون فيها كورسات هساعدك، هيكون في جروب واتساب
هيكون في محتوى غني جدا تطبيقي بالكامل، انت اللي هتستفيد وانت اللي هيعود عليك بالنفع. الموضوع ده مش يوم ولا شهر ولا سنة، هيعود عليك مدى الحياة وهيغير طريقة تفكيرك للأحسن إن شاء الله. أقابلكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.